دايما بنسمع جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ساعات كمان من متطلبات الشغل أو لو هتقدم لوظيفة معينة، خصوصا لو كانت وظيفة من الوظائف المهمة أو هتترشح لمنصب مهم. تلاقي من الشروط المطلوبة ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حكم عليه في جريمة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. طيب يعني إيه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؟ وإيه هي الجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة؟ قانون العقوبات المصري ما حطش تعريف لإيه هي الجريمة المخلة للشرف أو الأمانة، ما حصرهمش في عدد معين من الجرائم ولا قال إيه هي الجرائم دي. يعني مثلا ما حصرش مجموعة جرائم وقال إن مجموعة الجرائم دي مخلة بالشرف أو الأمانة، ولكن استعملها كأداة للحرمان من بعض الوظائف العامة أو ممارسة بعض المهن أو الفصل من الوظائف اللي بيشغلوها بعض الناس اللي اتحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. عشان كده بقى لجهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة في التقرير بأن أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو لا. المحكمة الإدارية العليا قالت في حكم ليها بأن خدمة الموظف بتنتهي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الاعتبار أو الثقة. الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في فتوى ليها قالت القانون ما حددش ايه هي الجرائم المخلة بالشرف او الامانة، وان ممكن المشرع اللي هو اللي بيشرع القوانين، يعني اللي هو مجلس الشعب، قالت ان ممكن المشرع يكون عمل كده عشان يكون في مجال واسع للتقدير، وان النظرة ليها يكون فيها من المرونة بحيث انها تساير تطورات المجتمع. فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي الجريمة اللي بينظر لها المجتمع على إنها جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وبينظر لمرتكبها بعين الازدراء والاحتقار لأنها جريمة حاصلة نتيجة خلق منحرف وطبع دنيء ونفس ساقطة المروءة. فالجريمة لو تم ارتكابها نتيجة لضعف في الأخلاق أو انحراف الطبع والتأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير، فكده تعتبر جريمة مخلة بالشرف أو الأمان، وتؤدي كمان لإنهاء خدمة الموظف من وظيفته بقوة القانون. أما بقى لو كانت غير كده فما تعتبرش جريمة مخلة بالشرف أو الأمان، بصرف النظر بقى عن التسمية المقررة للجريمة دي في القانون.